ما أخبار جيش المسلمين؟ لقد وصلهم مدد من والي القيروان وعليه ابن والي القيروان. وكم عددهم؟ 4 أو 5 آلاف حسب تقديري يا مولاي. ليأتي طارق بن زياد بكل نساء القيروان أيضا، فهذا سيزيد الأسرى والعبيد. مولاي، لنهاجمهم قبل أن يزداد عددهم أكثر من ذلك. لا، لن نهجم الآن. بإذنك يا مولاي. طاب يومك جلالة الملك. أنو أريدك أن تنطلق الآن إلى قائد جيش المسلمين وتعرض عليه الصلح أو الهدنة. قل له كل شيء مفتوح للتفاوض، طليطلة، إشبيلية، كل القوة. كل شيء يا مولاي. أريد أن يفهم أنني لا أريد هذه الحرب. إنها خدعة أيها الكونت. يريد كسب الوقت ليرتاح جيشه ثم يهاجمنا. وما العمل الآن؟ لن نسمح له بأن يلتقط أنفاسه. آتني بالرسول. لولا أن الرسل لا تقتل لقطعت رأسك، ولكن أخبره عني أنني سأقطع رأسه وأعلقه على أسوار طليطلة، وسأقتله بسيفي هذا كما قتلت بانشو ابن أخيه. طارق، ما فعلته مع رسوله سيجعله يأتي كالمجنون ليثأر لكرامته. هذا ما أريده بالضبط يا طريف. أريد أن أزعزع ثقتهم بأنفسهم. هل قبلوا التفاوض؟ بل حدث عكس ذلك يا مولاي. لقد رفض أميرهم وخرج إلي بسيفه قائلا إنه قتل ابن أخيك الدوق بانشو بسيفه هذا، ولن يسكت عنا حتى يقضي على جيشنا كله ويقتل لوذريق، أليس كذلك؟ أخيرا فارس أحب قتله. جيشبل، أمر مولاي. حرك الجيش الآن. مولاي، الجيش في استراحة، وإن زحفنا إليهم فلن نصل قبل المساء. قل حركوا الجيوش الآن. هيا.